علمت أن هذه العبادة يغفر الله بها ما تقدم من ذنبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول في حديث عمرو بن العاص: أما علمت يا عمرو أن الحج يهدم ما قبله، يعني من الذنوب والمعاصي. إذا علمت ذلك فاشكر الله سبحانه وتعالى. وعليك أخي في الله بعد هذه العبادة أن تستقيم على طاعة الله، وأن تستقيم على شرع الله تعالى، فإن من علامات قبول العمل كما قال العلماء اتباع الطاعة بطاعة، ومن علامات عدم قبول العمل اتباع الطاعة بمعصية والعياذ بالله. فعليك أخي الحاج بعد هذه القيمة، بعد أن تكلفت فيها من طواف بالبيت وبين الصفا والمروة ووقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار وغير ذلك من الطاعات، عليك أن تعود وقلبك مملوءا بتقوى الله سبحانه وتعالى، وتستقيم على شرع الله، تستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وأول شيء أن تؤدي ما فرض الله عليك، وأهمها الصلوات الخمس. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أهم الأركان بعد الشهادتين. تؤديها كما أمرك الله تعالى وشرع رسولك صلى الله عليه وسلم في بيوت، كما قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الآية. إذا تقيم هذه الصلاة، واعلم أخي بالله أن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن قبل سائر العمل، وإن رد سائر العمل والعياذ بالله. فاحرص على أدائها جماعة في بيوت الله حيث ينادى بها، وصم شهر رمضان، وأد الزكاة إن كنت من أصحاب المال، واعمل كل ما فرض الله عليك أن تفعله فتقوم به لله سبحانه وتعالى. وردد من النوافل، نوافل العبادات كنوافل الصلوات ونوافل الزكاة الصدقة ونوافل الصوم ونوافل الحج والعمرة وغير ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. أي أحب شيء يتقرب إلي العبد هو ما فرضته عليه، أي ما فرض الله عليه من العبادات. هذا أحب شيء يتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى به العبد. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. بعد أن أدى الفرائض يزداد أيضا من النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا محبة الله يا أخي بالله هي أن تؤدي ما فرض الله عليك، وأن تزداد من النوافل حتى تكسب محبة الله تعالى. ومن أحبه الله أدخله جنته، نسأل الله من فضله. من أحبه الله أدخله جنته. فإذا أردت محبة الله فلتقم بما فرض الله عليك، وتزداد من النوافل أيضا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته ماذا بعد؟ قال: كنت سمعه الذي يسمع به. كنت سمعه الذي يسمع به، أي لا يسمع إلا ما أحل الله، يسدده الله في سمعه بأن لا يسمع إلا ما أحل الله. وكنت بصره الذي يبصر به، أي لا ينظر إلا إلى ما أحل الله، لا ينظر إلى ما حرم الله. وكنت يده التي يبطش بها، أي لا يأخذ إلا ما أحل الله ولا يأخذ ما حرم الله، ورجله إلى ما أحل الله. إذن هذه الجوارح كلها أصبحت تتحرك بأمر الله، أصبحت تتحرك بأمر الله، لأن صاحبها متقين الطائعين له جل وعلا. فامتثاله لأوامر الله جعل هذه الجوارح كلها لا تقوم إلا بما أحل الله، يشددها الله سبحانه وتعالى. واعلم أخي بالله أن هذه الجوارح من العينين واللسان واليدين واليد والرجل وغيرها، هذه يوم القيامة مستنطقة، يعني تشهد عليك يوم القيامة بما عملت، تشهد على صاحبها بما عملت. يقول الله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يصنعون. إذن هذه الجوارح كلها يوم القيامة تشهد عليك، فاجعلها شاهدة لك لا شاهدة عليك، اجعلها شاهدة لك لا شاهدة عليك. لماذا؟ بالاستقامة على طاعة الله تعالى.
ثم قال الله تعالى ولئن سألني لأعطينه. هذا العبد المطيع المتقي لربه سبحانه وتعالى الذي يتقلب ليلا ونهارا في طاعة الله إذا سأل الله أعطاه. إذا سأل الله أعطاه، وإذا سأل غير الله لا يعطيه، لأنه لا يجوز سؤال غير الله، لا يجوز سؤال أصحابه. سؤال من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كفر بالله تعالى، كفر بالله جل وعلا. فلا تدعوا مع الله أحدا. قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي حياتي كلها ومماتي لمن؟ قال لله رب العالمين لا شريك له. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قد كفر بالله كفرا بواحد. ولذلك على المسلم أن يتقي الله تعالى بجميع أموره ومنه الدعاء. لا يجوز صرف شيء من العباد لغير الله، وإنما يكون لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. كيف يا أخي في الله؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وتستغيث بغيره. كيف يكون هذا؟ هذا والله ظلم في حق الله تعالى. والله قال إن الشرك لظلم عظيم. هذا شرك بالله جل وعلا، ومن فعل ذلك ومات عليه فهو كافر بالله تعالى. يقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وآية أخرى قد افترى إثما عظيما. نعم، هذا الذي يدعونه من دون الله لا ينفع نفسه لو كان حيا، فكيف به وهو ميتا؟ هل يدفع نفسه الموت؟ هل يجلب لنفسه رزقا؟ هل يجلب لنفسه ولدا؟ لا. من هذا اختصاص؟ من هذا اختصاص الله. فكيف تعطي اختصاص الله تعالى لعبد من عباده؟ هذا هو الظلم بعين أخي في الله. فتتق الله تعالى ولا تدعو إلا الله كما أمرك الله تعالى. وقال ربكم ادعوني ادعوني، ولم يقل ادعوا صاحب القبر ولا صاحب الضريح أبدا، قالوا ادعوني. النتيجة أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي، وسمى الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي والنتيجة ايش؟ سيدخلون جهنم داخلين. يعني حكم الله عليهم بايش؟ بجهنم، وجهنم مصير الكفار. إذا هو كافر بالله تعالى بنفسه كفر بالله جل وعلا. ولا يجوز دعاء غير الله ولا يجوز صرف أي نوع من عبادة غير الله. أنت تقرأ بالفاتحة في اليوم 17 مرة إياك نعبد وإياك نستعين. كيف تقول إياك نعبد وتعبد غيره؟ كيف تقول إياك نستعين وتستعين بغيره؟ أليس هذا ظلم بحق الله؟ بلى وربي إنه لظلم عظيم بحق الله تعالى، الذي هو الذي رزقك وأحياك ويميتك وكل شيء يعني أعطاك إياه ثم تدعو غيره. لا يجوز ذلك أبدا أخي بالله. فعلى المسلم بعد أن أدى هذه العبادة العظيمة والحج أن يستقيم على شرع الله وأن يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الحج توبة إلى الله وإقلاع عن الذنوب والمعاصي، وأن تعود إلى ربك سبحانه وتعالى فتتقيه حق التقوى، وأن تعمل صلحا مع ربك سبحانه وتعالى حتى تكون من عباد الله المتقين الذين يفعلون أوامره ويجتنبون نواهيه. هذه التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذه العبادات كلها إنما هي من أجل تقوى الله سبحانه وتعالى. فعليك أخي في الله أن يكون حالك بعد الحج خيرا مما كنت سابقا، أن يكون حالك بعد الحج خيرا مما كنت سابقا، فيكون الحج توبة إلى الله ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.